طلاب تانية إعدادي، أهلا وسهلا بحضراتكم. النهاردة هتاخدوا أول درس معايا من دروس الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي الترم التاني، وهو نمو وتوزيع السكان قارتي آسيا وأوروبا. عايز أعرف في الدرس ده عدد السكان المتواجد في آسيا وأوروبا، هل هو كبير ولا صغير؟ وعايز أعرف المناطق الموجود فيها سكان بدرجة كبيرة وبدرجة متوسطة ومفيش سكان أصلا. كل ده هتعرفوه في الدرس معانا النهاردة. قال لي بالنسبة لسكان آسيا، هم عددهم في تزايد مستمر، لأن آسيا بها أكتر من نصف سكان العالم. نسبة كبيرة من السكان موجودة في آسيا. طيب أكبر الدول الآسيوية من حيث عدد السكان الموجودة بقى في آسيا، قال لي أول دولة هي مين؟ قال لي الهند. تاني دولة الصين. الهند والصين دول مش أكبر عدد السكان في آسيا فقط، لا ده في العالم كمان. يبقى أكبر الدول الآسيوية من حيث عدد السكان في آسيا والعالم، رقم 1 الهند، رقم 2 هي الصين. طب بالنسبة لأوروبا، قال لي السكان بتاعتهم في تناقص مستمر، هي بتحتوي على أقل من 10 سكان العالم. طب مين أكبر دول في أوروبا من حيث عدد السكان؟ قال لي رقم 1 روسيا الاتحادية، رقم 2 ألمانيا. طيب ايه هي العوامل المؤثرة في النمو السكاني اللي بتخلي عدد السكان يزيد او يقل؟ عندي عاملين: زيادة طبيعية وهجرة. اظن سمحتم عنهم قبل كده بس هنفكركم بيهم تاني. هي الزيادة الطبيعية ديت هي الفرق ما بين عدد المواليد وعدد الوفيات، يعني بطرح عدد المواليد من عدد الوفيات. طيب معدل المواليد في آسيا عامل ازاي؟ مرتفع ولا منخفض؟ قال لي مرتفع. الزيادة الطبيعية في آسيا مرتفعة بسبب معدل المواليد عندهم مرتفع عن الوفيات. أما بالنسبة لأوروبا، الزيادة الطبيعية فيها منخفضة بسبب انخفاض المواليد والوفيات. طيب قال لي في 2025 في أوروبا، بسميها الآونة الأخيرة، بدأت الزيادة الطبيعية دي تجيلي بالسالب. هو أنا أصلا بحسب ازاي الزيادة الطبيعية ديت؟ يعني أنا بجيب عدد المواليد وعدد الوفيات زي ما احنا اتفقنا. طب عدد المواليد بفضل أعد ازاي؟ قال لي بعد من بعد الألف، يعني 1001 1002. فلما أنا مثلا جه مثلا عندي زيادة بعد الألف 20، نقصت منهم عندي عدد الوفيات 5 بعد الألف، يبقى 20 بنقصها من 5، بعد كده بحسب كده الزيادة الطبيعية تطلع لي 15. فبيقولك 2025 في الآونة الأخيرة معدل المواليد والوفيات في أوروبا بقى بالسالب، اللي هي بسميها الزيادة الطبيعية. ازاي يعني بالسالب؟ قال لي مثلا المواليد زادت بعد الألف 10، يبقى 1010، والوفيات بقت 1011، يبقى كده لما أجي أطرح 10 ناقص 11 هتبقى بسالب 1، كده بقت بالسالب في الألف. كده في تناقص. ايه سبب التناقص ده؟ قال لي بسبب ارتفاع الوفيات عن المعدل المواليد، لان طبعا اوروبا بتتمتع اللي هي موجوده فيها اكبر عدد من كبار السن. اللي بيمشي في اوروبا بيلاقي فيها نسبه ناس كبيره، وطبعا اي ناس كبيره يعني خلاص مصيرهم يعني هيموتوا هيتوفوا. فجي في الاونه الاخيره نسبه وفيات عاليه في اوروبا اللي هي 2025. طب بما تفسر ارتفاع معدل الوفيات في أوروبا؟ زي ما قلت لكم بسبب ارتفاع نسبة كبار السن. طب ليه بما تفسر ارتفاع معدل المواليد في أوروبا؟ لا مش ارتفاع، انخفاض. ليه انخفاض معدل المواليد؟ ليه ما عندناش مواليد كتير زي الوفيات في أوروبا؟ قال لي بسبب تأخر سن الزواج. الناس هناك في أوروبا بيتزوجوا متأخر. يعني هو عايش حياته مش عايز يتجوز دلوقتي. كمان ارتفاع مستويات التعليم، عايز لسه يدرس ولسه حاجات ما درسهاش، مأخر موضوع الزواج والخلفة دلوقتي. كمان زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، المرأة بتشتغل مش فاضية تخلف. تفضيل الأسرة صغيرة العدد اللي هي يدوبك 1 أو 2 عشان هي مش فاضية. جهود أوروبا لزيادة عدد المواليد، قال لي تقديم مساعدة مالية للأسرة، منح الأمهات أجازات طويلة لرعاية أطفالهم. عندي بعد كده هدخل على الهجرة هي تعتبر زيادة غير طبيعية. طيب هجرة آسيا جايلها منين؟ الناس اللي جاية آسيا دي جايلها كلها معظمها جايلها من قادمة من قارة إفريقيا. طب هما بيروحوا لآسيا ليه؟ عشان طبعا فرص العمل. طيب
بيروحوا فين بقى في آسيا؟ قال لي دول الخليج العربي بسبب توافر فرص العمل. طب هجرة أوروبا، لما يجيلك سؤال في هجرة أوروبا، تؤثر الهجرة بشكل كبير في النمو السكاني، لأن الهجرة القادمة من أوروبا بتعوض تناقص عدد السكان الناتج عن انخفاض المواليد وارتفاع الوفيات. فالهجرة اللي جاية من أوروبا دي بتعوض النقص اللي جاية لأوروبا، بتعوض النقص اللي عندهم في السكان. قارة أوروبا قارة جاذبة للمهاجرين بسبب توافر فرص العمل وفرص تعليمية وصحية وتوافر الأمن للاجئين. عندي نوع مهم جدا من الهجرة، هجرة غير شرعية زي ما انتم شايفين معايا أنا كاتبها لكم. هجرة غير شرعية بتيجي لآسيا عن طريق دولتين. الناس بيدخلوا آسيا بطرق غير قانونية عن طريق دولتين، هي أثيوبيا والصومال. طب يدخلوا ازاي بقى؟ الهجرة دي جاية لهم من أثيوبيا، من دولة أثيوبيا والصومال، بيدخلوا عبر خليج عدن، بيروحوا اليمن، وبعد كده يدخلوا لدول الخليج. دول الخليج بقى اللي هي السعودية، الكويت، قطر وغيره. هجرة أوروبا، أكتر دولتين بيستقبلوا هجرة غير شرعية هي إيطاليا واليونان، بيستقبلوا 3/4 المهاجرين غير الشرعيين. طب نتائج الهجرة غير الشرعية بالنسبة للمهاجرين، اللي بيعرضهم للانتهاكات على يد شبكات الإتجار بالبشر. المهاجرين دايما غير الشرعيين بيسيبوا بلدهم وبيركبوا المركب اللي احنا معظمنا بنشوفها في التلفزيون، بتبقى عليها عدد كبير من الناس، معظمهم بيغرق في البحر هروبا فاكرين اللي هم هيروحوا هناك يبقى ظروف حياة أفضل، يجيبوا فلوس، يتعلموا كويس، بيبقى حياتهم صعبة في المكان اللي هم فيه، عايزين ظروف أحسن. فمعظمهم معظم المركب دي بتغرق، قليل اللي بيوصل، ولو وصلوا ساعات الأمن هناك بيمسكهم، فظروف بتبقى قاسية جدا. عندي نظرية مهمة جدا اسمها نظرية التحول الديموغرافي. النظرية دي 4 مراحل. عايزاك تعرف حاجتين بس مهمة في النظرية دي، اللي آسيا موجودة في المرحلة الثالثة وأوروبا موجودة في المرحلة الرابعة وعلى مشارف الخمسة. بالنسبة للمميزات بتاعة المرحلة مميزات آسيا اللي هي في المرحلة الثالثة، الانخفاض من المواليد والوفيات، وعندي في أوروبا المواليد والوفيات بينخفضوا بشكل كبير. ندخل بقى على توزيع سكان قارة آسيا وأوروبا. عايز أعرف المناطق اللي موجودة فيها سكان. عندي 3 مناطق اللي موجود فيها كثافة سكانية. أول منطقة عندي، يعني عايز أشوف المناطق الزحمة ولا المناطق مش الزحمة. أول منطقة عندي المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة. بالنسبة لآسيا موجودة عندي في السهول الفيضية زي نهر اليانجستي ونهر الجانج، وكمان عندي في الجزر ذات التربة الخصبة زي جزيرة جاوا وجزر اليابان. بالنسبة للسهول الفيضية والجزر دول السكان بيسكنوهم بسبب التربة الخصبة والزراعة. وكمان عندي حاجة كمان، المناطق الصناعية موجودة في شرق وجنوب شرق آسيا. طبعا السكان بيسكنوها لأنها مناطق صناعية. بالنسبة لأوروبا، السكان بيسكنوا أوروبا في المناطق المرتفعة فين؟ ألف السهل الأوروبي العظيم بسبب برضو التربة الخصبة والزراعة، والمناطق الصناعية في غرب أوروبا. يبقى في آسيا المناطق الصناعية موجودة في جنوب شرق وجنوب شرق آسيا، أما المناطق الصناعية في أوروبا في الغرب، غربية في أوروبا. المناطق المتوسطة ذات الكثافة السكانية في آسيا، عندي بعض مناطق الجنوب شرق آسيا دي فيها سكان متوسطين، وأوروبا الوسط، وسط وشرق أوروبا. يبقى آسيا في الجنوب وأوروبا في الوسط. ده بالنسبة للمناطق المتوسطة، آسيا جنوب، أوروبا وسط. المناطق النادرة والمنخفضة اللي مفيهاش سكان أو سكانها بسيطين جدا، بالنسبة لآسيا عندي المناطق الشمالية زي سهول سيبيريا. السكان بيسكنوا المنطقة دي ليه؟ يعني عددهم بسيط ليه فيها؟ قال لي بسبب طبعا شدة البرودة والتربة المتجمدة طوال العام وصعوبة المواصلات. عندي كمان مناطق صحراوية وهضبية طبعا بسبب ندرة المياه العذبة زي شبه الجزيرة العربية. قصدي المناطق الجبلية والهضبية السكان فيها بسيطين لأن التضاريس بتاعتها وعرة والتربة فقيرة. أما المناطق الصحراوية زي شبه الجزيرة العربية
ندرة المياه، يبقى عندي 3 مناطق في آسيا منخفضة ونادرة فيها السكان. عندي مناطق شمالية زي سهول سيبيريا، ومناطق صحراوية ومناطق هضبية وجبلية. عندي بالنسبة لأوروبا المناطق الشمالية اللي منخفضة فيها ونادرة السكان زي شبه الجزيرة الإسكندنافية، برضو السكان فيها نادرة. بسبب شدة البرودة والتربة المتجمدة طول العام. يبقى المناطق المنخفضة والنادرة بالسكان في آسيا مناطق شمالية في سهول سيبيريا، ومناطق صحراوية ومناطق هضبية وجبلية. أما أوروبا مناطق شمالية زي شبه الجزيرة الإسكندنافية. كده عرفنا الكثافة. قال لي تختلف المشكلة السكانية من دولة لأخرى، يعني المشكلة اللي عندي غير الدولة غير دول الخليج. يعني احنا كمصر بنعاني من كثافة سكانية عالية، أما في دول الخليج مثلا بيعانوا من قلة سكان في بعض الدول. يعني كل دولة عندها مشكلة غير الأخرى. لما يجيلك سؤال تختلف المشكلة السكانية من دولة لأخرى، هتقول له مثلا هناك دول تعاني من انخفاض المواليد وزيادة عدد كبار السن. عندهم كبار سن زي مين؟ أنا جايبهم لك اهم، زي دولة فرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا. فرنسا، كوريا الجنوبية، إيطاليا، اليابان. نتائج ذلك قلة عدد سكان في سن العمل يؤثر سلبا على التنمية الاقتصادية والإنتاج، لأن معظمهم ناس كبيرة، فمش دول مش منتجين، ده عايزين اللي يعولهم، فطبعا مفيش سكان في سن العمل. عندي كمان نوع من السكان ذات كثافة سكانية مرتفعة أو تزايد مستمر وارتفاع زي الصين والهند وأندونيسيا. نتائج ذلك قال لي نتائج الكثافة السكانية العالية دي، قال لي زيادة الطلب على زيادة الطلب على المياه العذبة يؤدي إلى تهديد الأمن المائي. كمان زيادة الطلب على الغذاء والمسكن فيؤدي إلى تآكل الأراضي الزراعية، وزيادة الطلب على الطاقة الأحفورية زي البترول والفحم وغيره فيؤدي إلى تلوث وتغيير مناخي. وكمان زيادة تيارات الهجرة الداخلية من الريف إلى المدن فيؤدي إلى ظهور العشوائيات. شايفين النتائج بتاعة الكثافة السكانية العالية؟ نتائج يعني مرعبة. كمان عندي سؤال يجيلك جهود بقى الدولة آسيا وأوروبا عايزين يحلوا المشكلة دي تعملوا إيه؟ يجيلك سؤال جهود قارتي آسيا وأوروبا لمواجهة المشكلة السكانية. عملوا إيه؟ ويجيلك سؤال تاني بما تفسر قيام قارتي آسيا وأوروبا بالجهود لحل المشكلة السكانية. هيقولوا ليه عملوا الجهود دي عشان يحلوا المشكلة؟ قالوا تحقيق التوازن بين النمو السكاني والموارد المتاحة وتحقيق التنمية المستدامة. أنا دلوقتي يعني إيه تنمية مستدامة؟ أنا دلوقتي بعمل مدرسة، عندي عدد السكان في أوروبا مثلا بيزيد كل فترة، فالمدرسة دي هتقضيني مثلا كام سنة قدام. أما في آسيا مثلا عدد السكان مرتفع جدا، فكل سنة لازم أعمل كام مدارس كتير كتير كتير. فدولة آسيا وأوروبا عملوا جهود عشان يواجهوا المشكلة السكانية دي. طب جهود الدول التي تعاني من انخفاض المواليد وزيادة عدد كبار السن زي ما عرفنا زي فرنسا وكوريا الجنوبية واليابان وإيطاليا، عملوا إيه؟ قال لي تقديم حوافز مالية ورفع سن التقاعد تدريجيا كما حدث في فرنسا، الاعتماد على التكنولوجيا وتقليل الاعتماد على القوى البشرية، لأن عارفين أصلا عندهم بيعانوا من الناس اللي في سن العمل، تشجيع الهجرة إلى الدول لتعويض النقص، عايزين الناس يشتغلوا. طب إيه جهود الدول التي تعاني من نمو سكاني متزايد وارتفاع مستمر؟ تقديم حوافز مالية برضو، بناء وحدات صحية وتوفير وسائل تنظيم الأسرة اللي هي ما تخلفش أو تنظم نفسها يبقى 1 أو 2. عندنا كثافة سكانية عالية، توعية الأفراد بخصوص الزيادة السكانية على الموارد، اللي هو أصلا كده يعني بيبقى فيه ضغط على الموارد والبنية التحتية عندي. كمان التخطيط العمراني المستدام والاستثمار في الطاقة المتجددة زي الشمس والرياح. كده درسنا انتهى، أتمنى تكونوا فهمتوا. شكرا.